الله سبحانه عنده عوض عن كل فائت. ما تخسره بسبب المصيبة والبلاء في الدنيا عوضه وأجره يوم القيامة عظيم لا يقدر بثمن. أصلا حين ترى الأجر بسبب صبرك على المصيبة يوم القيامة تتمنى أن المصيبة هذه وقع منها 1000 لعظيم الجزاء يوم القيامة. قل الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال. اهلا بيكم فيديو جديد باذن الله يعجبكم. لايك كده قبل ما تبداوا الفيديو، وكمان كومنت حلو منكم كده نصلي فيه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا عليه يا بنات. تعالوا بقى شويه مشتريات كده هنعرضها مع بعض، وكمان هنرتب يعني روتين خفيف جدا جدا هيعجبكم ان شاء الله يا بنات. بصوا السوبر ماركت ده اسمه اسواق الصياد هنا يا بنات في حدائق اكتوبر. لو حد جنبي كده حلو جدا جدا، هو في سور نادي النرجس. عايزه اقول لكم هو هايبر ماركت كده، بس مش كبير قوي، بس فيه كل حاجه، في عطاره وخضار وسوبر ماركت تحفه يا بنات. انا مش بعمله دعايه والله، بس هو عجبني. بصوا بقى كده جبنا ايه. اول حاجه جبت نص كيلو دقيق بسبوسه، وكمان 3 كيلو دقيق ابيض، وعلبة من الماجي. الدقيق الابيض عامل 20 عنده، ودقيق البسبوسة هو نص كيلو تقريبا ب12 جنيه. بصوا مش متذكرة قوي. كمان شاي العروسة ال100 جرام ده يا بنات عامل 20 جنيه، والماجي ال48 عاملة 33 جنيه. كمان المكرونات عنده حلوة جدا السايبة يا بنات، انا جبتها قبل كده وجربتها. بص لونها اصفر وتحفة تحفة تحفة. الكيلو عامل تقريبا 19 جنيه. تمام. جبت بقى 2 كيلو شعريه. اولا كيلو اخليه حلو وكيلو حادق. هو يعني ايه كيلو حلو وكيلو حادق؟ بصوا الشعريه دي كنز في البيت يا بنات. طب تعالوا اكمل لكم عن الشعريه نشوف باقي المكرونات. جبت كمان المكرونه اقلام دي جبت منها 2 كيلو. طب الشعريه انا كيلو بستخدمه في شعريه بلبن كده للولاد، والكيلو التاني بعمله عادي رز بالشعريه، بزود بيه الرز بيبقى حلو جدا. تمام. اللي هو لما يبقى عندكم كيلو كده شعريه مركون في البيت بقى عشاء مثلا للولاد، شويه شعريه بلبن والكلام ده حلو جدا. كمان بقى جبت مكرونه اللي هي التحمير دي اللي هي صغيره دي، حلوه جدا يا بنات. وعايزه اقول لكم المكرونه دي في السليق حلو جدا، ما بتعجنش وطعمها حلو جدا يا بنات. وجبت من المكرونه الهلاليه دي 2 كيلو. انا حبيت اغير وانوع في المكرونات بتاعه الشهر ده. اولا ما بقتش اجيبها اللي هي المكرونه اللي هي الاكياس اللي هي لمتنا وحوا والكلام ده، لا، بدل موجوده جنبك حد بيبيع مكرونه سايبه وطعمها حلو وكمان لونها اصفر كده. لما بتبقى المكرونه لونها اصفر كده ما بتنشيش خالص يا بنات. مرضتش اجيب بقى سباكيتي الشهر ده، طبعا على طول بنجيب المكرونه الاسباجيتي، فيها حبيت ان انا لو هعمل مكرونه مسلوقه اعملها اللي هي الهلاليه دي. كمان يا بنات سمنه روابي بطعم القشطه الفلاحي دي تحفه 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 يا بنات. عايزه اقول لكم بجيبها للحلويات بس تحفه 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 يا بنات. اعملي منها البسبوسه، اعملي منها كنافه، بتعملي صينيه كيك كده وحطي فيها معلقتين منها، هي طعمها فعلا قشطه بنات. دي اللي هي ال2 كيلو، او هي صافي بتبقى حوالي كيلو 2 كيلو الا ربع كيلو ونص في الحدود دي كده. دي عامله 120 جنيه او 115 في الحدود دي، بس حلوه جدا يا بنات. جبت كمان جبنه اللي هي دومتي بلس اسطنبولي، دي حلوه قوي، انا بحب دومتي اصلا، اللي بس اللي هي البلاس دي عامله 30. وكمان عبور لاند بالشطه اللي هي الربع كان عامل هو عليها عرض ب 14 جنيه من 16 جنيه. جبت واحده فيتا وواحده بالشطه وواحده كمان زيتون. العبور لاند حلوه قوي، وكمان الدونت كويسه. انا بقولت لكم حابه اغير الشهر ده في المكرونات، فجبت كمان مكرونه سوري لازانيا الملكه، حلوه قوي قوي يا بنات، وتقريبا عامله تقريبا 30 جنيه في الحدود دي كده، 30 حاجه و20 كده. جبت كمان دريم اللي هو الايس كريم ده، جبت واحد فانيليا وواحد مانجا، هو عامل 9 وكسور يعني نقول 10 جنيه. وكمان ماجي بطعم بشاميل، ماجي بطعم الجبنة ده عامل 10 جنيه. وحواوشي خلطة الحواوشي من ماجي عاملة 9 جنيه. وكمان خلطة الكفتة دي كانت اللي هي خلطة كفتة الحاشي. وتعالوا اقول لكم بقى البهارات الجديدة اللي هي ويلز دي، قلت اجربها، جبت منها كيس خلطة توابل السمك، وكمان شاورما سوري، اي كيس منهم ب8 او ب8 ونص.
قلت هجربها، يعني على طول بستخدم ماجي، فقلت اجرب كده الشاورما والسمك، خلطة السمك من ويلز دي. كمان جبت ال11 بهار بتاع كنور، حلوة جدا جدا يا بنات. الكيس بقى ب3 جنيه. وكمان توابل البطاطس دي بقى الكيس برضو ب3 من كنور، حلوين جدا يا بنات. عايزه اقول لكم ما تستغنوش عن ال11 بهار، او بهارات البطاطس دي كمان تقدري تحطيها في تتبيلات الفراخ، حلوه جدا. كمان جبت كوكس بيكنج باودر الواحد ب3، جبت كده 5. وكمان جبت كوكس فانيليا زي ما انتم شايفين كده، الكيسين كده مع بعض، يعني الكيس بجنيه، جبت 10. تمام، حلو جدا يا بنات. كوكس اخر يعني مؤخرا بقيت استعمل كوكس، كنت بستخدم دريم، حلوه برضو، بس بقيت استخدم كوكس. كمان جبت فانيليا البرتقال دي، تقريبا الكيس عامل 3 جنيه ونص، حلو جدا 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 يا بنات. بقى تستخدميها في بسكوت البرتقال، تستخدميها في الكيكه، تستخدميها في الرواني، في كل حاجه حلوه قوي. تعالوا بقى هي شويه مشتريات كده كنت محتاجاها في البيت فجبتها. تعالوا بقى نرتبها ونظبط الدنيا. عايزه اقول لكم يا بنات، شوفوا جنبكم يبقى عطار كويس، اي مكان تقدروا تجيبوا منها المكرونات السايبه. يا سبحان الله، الكيلو فعلا بيبقى كيلو كده، غير الكيلو الاكياس، يعني سبحان الله تحسي ان ده بيبقى فيه بركه كده ووفر طبعا. يعني اقل كيس دلوقتي اكياس لمتنا او حوا والكلام ده كله معدي ال25 جنيه، فدي 19 جنيه، طبعا ده وفر ليك انتي جدا يعني. بصوا بقى، انا كنت غاسله كده المنظمات بتاعه المكرونه والشعريه والحاجات دي كلها. تعالوا بقى نفضي مع بعض الشعريه والمكرونه. نبدا كده نفضي الحاجه بتاعتنا ونرصها، وكمان نرصها على نظافه كده. بتبقى بصراحه الحاجه سهله معاكي طول ما انت واقفه في المطبخ، طول ما الحاجه عندك مترتبه ومرصوصه. وبقى مثلا انا واقفه اهو هرتب، مثلا انا هحط اهو ضرفه الخزين بتاعه المكرونه، لا زي ما انتم شايفين بقى هنعمل مع بعض ايه، وهننزل الضرفه ونمسحها ونظبطها. طول ما ايدك كده في المطبخ بجد مش هياخد منك يا بنات، مش هتحتاجي ان انت تنزلي المطبخ يوم بحاله عشان تعمليه، لا خالص. طول ما انت اي ضرفه بتطلعي منها حاجه تعدليها، حتى لو في الدولاب، لو بتنزلي وبتجيبي غيار من الدولاب والدولاب حسيتي الرف ده مش متساوي او مش متنظم، لا تنظميه على طول بكده، هتلاقي اول باول البيت عندك مرتب. فتحتي درج تجيبي منه حاجه، لا قبل ما اقفل الدرج ارتب الدرج، لو في حاجه ملهاش لازمه ارميها كده، فاهمين؟ زي ما شايفين كده ابتديت افضي اهو المكرونات على قد ما المنظم هياخد، والباقي هشيلهم في تربو الخزين عندي. عايزه اقول لكم المكرونه ما بيجرالهاش حاجه خالص يا بنات، طول ما هي يعني يقولوا لك مثلا ما تحطهاش في التربو والكلام ده، اهم حاجه يبقى بس المكان جيد التهويه. انا حاطه التربو كمان كده في اوضه من اوض الولاد، عشان عندي المطبخ بصراحه ما اخدهوش، وجنب الشباك، فلما بفتح كده هوي تحس ان الحاجه بتتهوى معاكي. اهم حاجه الحاجه دي تخزنيها في مكان جيد التهويه، بتعيش معاكي فتره طويله عادي جدا. هاخد كيلو، والكيلو التاني هشيله لما احتاجه هقوم واخداه. زي ما قلت لكم بقى، الشعريه دي كنز بنات. فطار هتعملي للولاد شعريه بلبن، عشاء هتعملي لهم شويه شعريه كده. هتبصوا بقى، عايزه اقول لكم دلوقتي بصوا المكرونه بكام والرز ب30، يعني المكرونه هنقول ب20 والرز ب30. فانت لما مثلا هتعملي كوبايتين ورز عليهم كوبايه شعريه، فانت كده هتضاعفي كميه الرز بحاجه اقل شويه، نوفر شويه في استخدامنا للرز. فالشعريه دي في البيت كده، لما تجيبي لك كيلو شعريه كده وتركنيه في البيت، ده كنز. ده انت لو جالك ضيوف على فجأة كده بالليل والله، وعايزه تعملي عشاء كده خفيف، والله لو عملتي كده شويه شعريه كده بلبن، عايزه اقول لكم هيبقى عشاء خفيف وظريف وحلو قوي. بس فهتبقي عملتي عشوه كده لذيذه وخفيفه من حاجه موجوده عندك اصلا في البيت. زي ما انتم شايفين كده نزلت الضرفه بتاعه الخزين كلها اهو يا بنات، وقلت بقى هديها مسحه كده حلوه واظبطها بحيث ان انا ارص الحاجه على نظافه. معايا كده البخاخه دي فيها خل وكمان كلوروكس الوان او بريكس، يا ده لو ده موجود تمام، لو البريكس موجود عندك تمام، شويه كلوروكس الوان موجودين عندك تمام، الاتنين حلوين جدا. وما حدش يقول لي بقى المطبخ بتاعك خشب بترش عليه، انا برش يا بنات حاجه بسيطه جدا، وبمسحها بفوطه كده مايكرو فايبر، وكمان مسحت المفرش كويس جدا وفرشته بس. وهبدا كده زي ما انتم شايفين ارص الحاجه على رواقه وعلى نظافه،
تفتحي الضرفه تحسي ان انت ايه ده، ما شاء الله الضرفه مترتبه، الحاجه محطوطه وشكلها حلو، تفتح اصلا النفس على وقفتك في المطبخ. بس فالترتيب ده زي ما قلت لكم سحر يا بنات، والله العظيم حلو جدا جدا. هحط كمان مع المكرونه البقوليات. بصوا انا ما بجيبش البقوليات كتير زي ما انتم شايفين اهو، العلبه فيها حوالي اكتر من ربع كيلو بحاجه بسيطه قوي في الصيف كمان، لان الطبيخ عامه في الصيف ما بيبقاش كتير، فما تجيبش بقى لوبيا وفاصوليا بكميات وبعدين يبوظوا عندك. انتوا عارفين البقوليات ملهاش روح قوي، يبوظوا بقى بتسوس مش عارفه ايه وكده. لا، هاتي كميات بسيطه تبقى موجوده عندك في الصيف بحيث ان انت هتعمليها كل فين وفين. وادي كمان العلبه بتاعه الفيجيتار، والستيكر ده يا بنات اللي يلاقيه اللي هو بيبقى مكتوب عليه اسم الحاجه، حلو جدا جدا يا بنات. بيديكي كده يعني اولا شكله حلو، تاني حاجه بتحس ان هو يعني مخليلك العلبه شكلها حلو. يعني بصي دي علبه الورق اللوري مكتوب عليها مش عارفه عدس بجبه العدس الاصفر، حلو قوي. عايزه اقول لكم ما تستخسروش تدفعوا فلوس في المنظمات يا بنات، منظمات المطبخ دي ادفعوا فيها فلوس وانتوا عينيكم مغمضه، عشان بجد هتريحكم جدا جدا جدا. بصوا الضرفه بقى شكلها شيك جدا، كل حاجه معموله متنظمه ومحطوطه، حلو قوي. طيب هنا بقى اول حاجه دي انا بشيله في التلاجة، انا عندي دقيق في العلبه تمام، الدقيق الباقي ده هشيله في التلاجة. المنظم ده بتاع السكر وهحطه في الحوض عشان اغسله، وبعدين تعالوا بقى نشيل المكرونات الزياده بتاعتنا كده في التربو. والدقيق هحطه عادي في الدرج بتاع التلاجة كده، بلفه في كيسه وبحطه في درج التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجه. كمان احنا في الصيف فهو في درج التلاجة يبقى امن. يعني بطلع كده كيلو مثلا، انا عندي مثلا بتاع كيلو ونص في العلبه، فهخليه زي ما هو، والتلاتة كيلو الجداد دول هحطهم في قلب التلاجة. زي ما انتم شايفين برضو اديت للدرج بتاع التربو كده مسحة خفيفة، وابتديت ارص فيه المكرونات زي ما انتم شايفين كده. ودي المكرونات الباقية، اول لما المنظم بتاعي هيبدأ ان هو يفضى هحط فيه، هبدأ افضي فيه من المكرونات الموجودة دي. والدرج الاولاني ده بحط فيه بقى زي ما شايفين كده كيس الخلطات، النشا، الذره، الفشار اللي انا ببقى محتاجاها على طول هنا، اليانسون، الكركديه، الحاجات دي. بصوا بقى الضرفه دي ضرفه السمنه والزيت والخل والحاجات دي. بصوا الضرفه متلعبكه قوي، تعالوا بقى كده في لحظه بصوا ما شاء الله بقت شكلها قمر. تعالوا اقول لكم على الفكره دي حلوه قوي يا بنات، كنت قلت لكم عليها زمان. المفرش عادي بتاعي انا حطاه هو زي الفل، فوقيه بقى عارفين بقى ورق العروض ده اللي احنا بنجيبه مثلا من كارفور او هايبر او الحاجات دي. الورق ده يا بنات انا مش برميه خالص، ده انا بخليه بحطه كده تحت الزيت والسكر. بيبص بيحميلي بيحميلي الضرفه كويس جدا. اول منظم ده انا حاطه فيه العسل الابيض واللبن البودر والخل. المنظم اللي جنبه منظم الزيوت، وعلى جنب كده بتبقى علبه النوتيلا، علبه السمنه، مش عارفه ايه الكلام ده كله. الضرفه اتنظمت وبقت زي الفل في اقل من دقيقه. عندنا غسيل بقى، تعالوا برضو ننشره كده ونصبح بقى على الشمس ونقول صباح الفل كده. ايه الجمال ده، الجو اليومين دول حلو بس حر، يعني الرطوبه عاليه قوي. يلا ربنا يعدي شهرين الصيف دول على خير. اصلا انا كائن شتوي مش صيفي خالص، انا كائن لا يصلح للعيش في الصيف خالص بس ما شاء الله بصوا يا بنات بجد بجد ربنا يعني ربنا يرزق كل بني ادم باللي هو عايزه واللي يعني يريحه. ادي الغسيل اهو بتاعنا، يلا بقى ننشره على طول. برضو عايزه اقول لكم بغمضه عين كده معاكم هننشره اهو، ما حبيتش اخد منكم وقت. نشرنا الغسيل ما شاء الله في الشمس دي حوالي ساعتين ولا حاجه، يعني انا كنت نشراه كده الظهر على العصر هلمه بصوا في ثانيه. الصيف اصلا الجو حر والغسيل ده ما بياخدش معانا وقت. يعني عايزاكم كده تشجعوني يا بنات، وعايزاكم كده ايه يعني لو حد عنده مثلا اي كومنت، اي فكره، اي حاجه عايزين تقولها لي. انا عايزه الكومنتات بقى بتاعت الفيديوهات دي تتظبط كده وتقولوا لي كل اللي انتوا عايزين، اي حاجه عايزين تقولها لي اعملها، او عندكم لحظه على اي حاجه قولوها لي وانا ان شاء الله هعملها لكم. تعالوا بقى حابه بالليل كده روقان بقى بعد ما الولاد كده نامت اعمل كده شويه عصير حلو. مش معنى كده ان انا مش لا انا مشرباهم عصير قبل ايه ما يناموا. حبه بقى عصير كده في الجو ده، في الجو الرطب ده، في الرطوبه العاليه دي، شويه عصير مانجا كده. انما ايه بقى
بصوا هم يعني هو الجو ده مش محتاج غير كده. طبعا ما تنسيش نفسك، مش عشان بقى طول النهار في دوامة البيت والولاد وكده، لا لازما بالليل كده تعملي تفصلي او تفصلي دماغك كده وتفصلي نفسك. طبعا انا ما فصلتش انا يعني جيت اقعد اشرب العصير، هوريكم اخر الفيديو انا كنت بتفرج على ايه. المفروض بقى العصير ده نتفرج بقى مثلا على فيلم حلو، على برنامج حلو، لا استنوا بس معايا لاخر الفيديو على طول هتشوفوا احنا كنا بنتفرج على ايه. المهم عملت 2 عصير كده بقى، قلت بقى ايه يعني طول النهار بقى بنجري ورا الولاد زي ما قلت لكم، بنعمل كل الحاجات دي، فلا كافئي نفسك بكوبايه عصير حلوه، كوبايه نسكافيه حلوه، حاجه انت بتحبيها، حته شوكولاتايه، اي حاجه كده بتحبيها دي خليها لنفسك، كافئي بيها نفسك بالليل. بعد بقى ما الولاد يناموا هتمسكي بقى موبايلك، تقعدي شويه على الفيس، على اليوتيوب، تتفرجي بقى عليا ما تنسوش اللايك يا بنات، وبعدين تبقي مكافئه نفسك كده بقعده حلوه ليكي. طيب تعالوا بقى نشوف احنا شربنا العصير ده، وقلت لكم بقى انا بتفرج على ايه عشان تعرفوا بس حكم القوي عليا. المفروض يا بنات زي ما قلت لكم انت هتعملي بقى عصير وتقعدي كده بالليل تتفرجي على ايه، على فيلم حلو، برنامج، لا تعالوا شوفوا بقى انا كنت بتفرج على ايه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.